نشوى مصطفى بتقول عن قطع الكهرباء باستمرار أحسن ما العدو يغتصب بنتك. نقطع الكهرباء ولا العدو يغتصب بنتك ومراتك؟ نشوى مصطفى بتقول أنا رزقي على الله في الجملتين اللي هقولهم دول. البنزين زاد لما العدو من عنده زوده ومنع إن هو يصدر لك طاقة عشان ينزلك ويكسرك ويهينك كمصري، وأنت تقول له مش عايز. وأنا بقول اقطع لي الكهرباء 12 ساعة في اليوم، مش ساعتين أو 3 بس. ما انا برضو لازم افضل فوق العدو مش هيكسرني ولا يذلني. طيب بصوا، انا بقول لكم بقى على حاجه جديده كمان. انا بقى بقول ان الكهرباء تقطع 24 ساعه، بس تكون في بيتك متأمن، مفيش عدو يدخل بيتك يغتصب بنتك او مراتك او امك. الحمد لله احنا اصحاب البلد ولازم نستحمل مع بعض. نشوى مصطفى بتقول ان الاوضاع مش مستقره ولازم نتكاتف كده مع بعض عشان نعدي الظروف الراهنه دي. طبعا التصريحات دي أثارت الجدل، فنشوى مصطفى ردت على التصريحات ديت بإنها بتتكلم بخصوص مصلحة البلد، وإن إحنا شايفة إن نعمة الأمان دي كفاية علينا في البلد. قول لنا تحت في التعليقات رأيك في تصريحات نشوى مصطفى.